تعال ادلك على برنامج عملي مقترح محدد يخليك تفوز بكل غنائم يوم عرفة اللي هي 4. 1. مغفرة الذنوب السنة اللي جاية والسنة اللي فاتت. 2. ده أكتر يوم ربنا بيعتق فيه عبيد من النار. 3. ده أكتر يوم ربنا بيضاعف فيه أجور الأعمال الصالحة. 4. وخير الدعاء دعاء يوم عرفة. تجيبهم إزاي؟ نجيبهم عن طريق 5 أعمال النبي ركز عليهم في اليوم ده. إيه هما؟ 3 صاد، صلاة، صيام، صدقة، وحط عليهم أهم عملين النبي عملهم في اليوم ده: الذكر والدعاء. يعني الصلاة في أول وقتها في المسجد للرجالة وفي البيت للنساء، يعني صيام الجوارح عن المعاصي، يعني الصدقة وإفطار الصائمين، والذكر والدعاء. والبرنامج ده بقسم لك اليوم لفترات، كل فترة بقول لك هتعمل فيها إيه. أول فترة ليلة يوم عرفة، محتاجين نصلي العشاء في جماعة والفجر في جماعة عشان يتكتب لنا أجر قيام الليلة، وبعدين نحاول نصلي ركعتين قيام ليل ب100 آية عشان نكتب من القانتين. والمجتهدين اللي ربنا كرمهم يحاولوا يصلوا الليلة دي ب1000 آية، يعني جزء عامة وجزء تبارك ولو من المصحف، عشان نكتب في الليلة دي من المقنطرين. وبعدين نتسحر عشان إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. وبعدين نستغفر قبل أذان الفجر على طول عشان نكتب من المستغفرين بالأسحار. الفترة الثانية من أذان الفجر للضحى. أول حاجة هنصلي ركعتين سنة الفجر، لأن ركعات الفجر خير من الدنيا وما فيها. وبعدين نصلي الفجر ونجلس في مصلانا نذكر ربنا لغاية بعد شروق الشمس بربع ساعة، ونصلي ركعتين أو 4 ركعات الضحى عشان ناخد ثواب أجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. تقول لي الفترة دي أعمل فيها إيه؟ أقول لك حافظ على 4 أنواع من الأذكار. أول ذكر اللي هي أذكار بعد الصلاة: سبحان الله 33، الحمد لله 33، الله أكبر 33، وتقول 100 مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير. هتلاقي الناس في المسجد عمالة تكبر تكبيرات العيد، كبر معاهم بس اوعى تقوم إلا لما تقول أذكار ما بعد الصلاة لأن خيرها كبير جدا. تاني حاجة أقول أذكار الصباح، خاصة حاجتين فيهم: إنك تقول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 100 مرة، وبعدين تقول ذكر يوم عرفة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، قوله 100 مرة. وبعدين صلي الضحى. الفترة اللي بين الضحى وبين صلاة الظهر دي فترة مفتوحة، تقرأ فيها قرآن، تنام، اعبد ربنا زي ما انت عايز فيها. وبعدين ندخل على الفترة اللي من صلاة الظهر لغاية قبل العصر. أول حاجة إن احنا نصلي 4 ركعات سنة قبل الظهر و4 بعد الظهر، عشان دي يتحرم جسمنا على النار لو حافظنا عليها. وبعدين نصلي الظهر، وبعد الظهر نقعد نقول 5 أنواع من الأذكار: 1 أذكار بعد الصلاة، 2 إنك تصلي على النبي 100 مرة، 3 إنك تستغفر 100 مرة، 4 إنك تقول الباقيات الصالحات 100 مرة: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. 5 نقول تاني أهم ذكر في يوم عرفة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، قولوا 100 مرة كمان مرة. وبعدين يجي علينا وقت العصر، نقوم مصليين قبل العصر سنة 4 ركعات قبل العصر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4، عشان الرحمة تنزل علينا. وبعدين نصلي العصر، وبعدين أول ساعة بعد العصر قول ال4 أذكار اللي قلتهم بعد صلاة الصبح: أذكار المساء، أذكار بعد الصلاة، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 100، ذكر يوم عرفة 100 مرة. آخر ساعة قبل المغرب دي ساعة الدعاء. ادعي ادعي ادعي، لأن انت صايم ودعاء الصايم مستجاب. ادعي لأن انت في يوم عرفة، وخير الدعاء دعاء يوم عرفة. ادعي لأن ده أكتر عبادة النبي عملها في اليوم ده. ادعي لأبوك ولأمك ولإخوانك ولأرحامك ولزوجتك ولولادك. ادعي للناس اللي ليها فضل عليك في الدين أو في الدنيا. ادعي للناس المرضى والمستضعفين والمبتلين. ادعي للدين وأهل الدين. وكل ما تدعي لحد من دول ربنا هيسخر لك ملك يقول لك آمين ولك مثله. وبعدين ادعي لنفسك بجوامع أدعية النبي صلى الله عليه وسلم اللي تجمع خيراي الدنيا والآخرة. بس أنصحك نصيحة: الدعاء مش بكترته، دعوة واحدة تخرج من قلبك تلح بيها على ربنا أبرك من 1000 دعوة أنت مش حاسس بيها. ده النبي علم السيدة عائشة في ليلة القدر دعوة واحدة بس: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. وبعدين صلي المغرب وانصرف
روح بيتك، روح بيتك وانت بتحسن الظن بربنا ان ربنا جبرك، وان ربنا كرمك، وان ربنا تقبل منك اعمالك، وان ربنا غفر لك ذنوبك، وان ربنا جعلك من عتقائه من النار ومن المقبولين. روح افرح وفرح ولادك في ليلة العيد ودخل السرور على قلوبهم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون.